في شوارع طنجة في المغرب الناس كانت بتستعد لرمضان، بس في الرباط عاصمة البلد وصل تقرير من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. التقرير بيقول إن المغرب هي الدولة الأولى عالمياً في تصدير الحشيش، وإن أجهزة الدولة متورطة في التجارة دي. أوروبا وقتها قطعت علاقتها مع المغرب، واقتصاد البلد بدأ ينهار. وهنا الملك الحسن الثاني طلع قدام البرلمان وقال البلد بتتعرض لسكتة قلبية. وزي ما في كولومبيا كان في بابلو اسكوبار، في المغرب كان في حميدو الديب، الراجل اللي كان بيحكم شوارع طنجة وسواحل البلد بإشارة، وفي نفس الوقت الناس شايفينه بطل شعبي. وده قصته فعلا غريبة شوية. حميدو الديب واسمه الحقيقي أحمد بن قوف، اتولد سنة 1944 في قرية صغيرة في شمال المغرب. قصته بتحكي عن راجل بدأ من الصفر ووصل لأنه يبقى زعيم في عالم الجريمة. كانوا بيسموه بارون المافيا المغربي، ملك الساحل اللي الناس لما بيتكلموا عنه بيتكلموا بانبهار وخوف في نفس الوقت. نشأ في عيلة بسيطة في قرية فقيرة، كانوا بالكاد لاقيين ياكلوا. ما كانش بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، بس ذكائه الفطري كان غير طبيعي. كان بيحلم يسيب الفقر ويبقى حاجة كبيرة. كان بيروح ساحل طنجة ويقعد يتفرج على البحر. كان بيحلم انه يبقى بحار. وفي سن 17 اشتغل مساعد بحار على مركب سمك صغيرة، وهناك شاف مراكب بتتحرك بالليل بشكل مش طبيعي. كان شواف وقوي الملاحظة. فضل متابعهم لحد ما عرف ان المراكب دي كانت بتهرب حشيش لأوروبا. في الفترة دي اتجوز فاطمة بنت من قريته، وكان بيحلم يكون عيلة كبيرة ليها سلطة وسيطرة زي ما كان بيسمع عن قصص المافيا. فبدأ يقرب من بحارة طنجة ويسمع قصصهم ويتعلم عن خفايا الساحل والبحر. وفي سنة 1970 حميدو اللي كان عنده بس 26 سنة جمع كل فلوسه واشترى قارب صغير، وبدأ يهرب الحشيش بنفسه من طنجة لأسبانيا. في سنين قليلة بنى إمبراطورية تخلي طنجة كلها تخاف بس من اسمه. كان مؤسس شركة عالمية. في الأول ناس تجيب المخدرات من كتامة، أكبر منطقة زراعة قنب في المغرب، وينقلوه للساحل في شاحنات متخفية، وكل مرة من طريق مختلف. وسطول قوارب صغيرة وسريعة كانت بتعدي البحر وتوصل لأسبانيا في أقل من ساعة. فريق توزيع يوصل لأوروبا كلها. كل خطوة كانت محسوبة، وكان بيعرف يختار رجالته. بحارة اسطوات يعرفوا يهربوا من الشرطة، رجال أمن يتراضوا فيحموا الصفقات، موظفين جمارك يعدوا عشان هم كمان يعدوا. طنجة كانت منطقته، وموقعها قريب من أوروبا خلاها بوابة مفتوحة. كان بيرشي الضباط في الشرطة والبحرية والجمارك، فبضاعته كانت كده بتعدي ومن غير أي قلق. حوالي 80% من أرباحه كانت بتروح يا إما في الرشاوي أو في الأعمال الخيرية. طبعا كان دايما بيحاول يكسب حب الناس في المنطقة أو الحومة زي ما بيقولوها في المغرب. بنى مستشفيات وجوامع، وكان دايما بيوزع فلوس على الفقراء. وفي العيد كان بيذبح أضاحي للعائلات المحتاجة. وكل يوم جمعة في كل أسبوع كانت الناس بتيجي تقف طوابير عشان بس تسلم عليه، وكل واحد كان بيديله 100 درهم. وفي السبعينات انتشرت إشاعة إنه التقى بابلو اسكوبار في الدار البيضاء. الحقيقة مفيش مصدر رسمي يأكد المعلومة دي، لكن الإشاعة كانت منطقية وخلت الناس وقتها تتعامل معاه بهيبة أكبر. وفي طنجة كان زي ملك، لما يعدي في الشوارع الناس كانت تسكت. كان بنفسه بيتدخل ويحل مشاكل الحارات والشوارع. في مرة أحبط عملية إرهابية في مراكش وفي طنجة، ولما سياح اتقتلوا في منتجع هناك الأمن نفسه اتصل بيه وقدر فعلا يوصل للمجرمين ويجيبهم في خلال يومين. كان عنده سيطرة على البحر بشكل غير طبيعي، وده خلى الحكومة نفسها تستعين بيه تاني في منع الهجرة السرية من الساحل. كان بيتحكم في كل مركب بتطلع، وعصابته كانت زي جيش. كان عنده أمن ومخابرات، وكان هو القائد. اتعلم من اسكوبار انه يتعامل مع الحكومة بقانون بلاتو أو بلومو، يا إما الفضة أو الرصاص، وأظن المعنى واضح. بس في نفس الوقت برضه كان بيهتم بفكرة العيلة. كان محافظ على علاقته بأهله وأخوه اللي كان بيساعده في إدارة إمبراطورية بالحجم ده. ما نعرفلوش عداوات الحقيقة، وده لأن اللي كان يفكر بس يتحداه كان بيختفي. وفي سنة 1996 الملك الحسن الثاني أمر بحملة تطهير عشان ينظف سمعة المغرب بعد تقرير الأمم المتحدة عن المخدرات. إدريس البصري وزير الداخلية وقتها قبض على حوالي 400 مجرم، بس كان دايما عينه على حميدو. لحد صيف 96 الشرطة حصرت بيته في طنجة، بس المخبرين بتوعه كانوا بلغوه، فخبى كل بضاعته وما سابش أي أثر.
فتشوا البيت وما لقوش أي دليل إدانة، ولكنهم برضو قبضوا عليه لأن بالنسبة لهم اسمه لوحده كان كفاية. الحومة أو المنطقة اتجمعوا بره البيت وترجوا الشرطة إنهم يسيبوه، وده لأنه كان بالنسبة لهم زي أبوهم الروحي. بس الشرطة خدوه في عربية مدرعة لسجن القنيطرة وبعدها المعتقل تمارا. وفي تمارا التحقيق استمر الأيام. الضباط سألوه عن الشبكة اللي كان بيديرها بس ما نطقش بولا كلمة، وده لأن المخبرين كانوا بينبهوه للأسئلة. لحد ما في يوم جه ضابط وقال له إن الدولة نفسها بتطلب منه إنه يضحي بنفسه عشان سمعة المغرب، وإنه لو وقع على محضر هيخرج بعفو ملكي. وحميدو اللي كان أمي ما قراش وقع من غير ما يعرف إن المحضر فيه اعتراف بتهريب المخدرات. اتحكم عليه ب10 سنين والدولة صدرت ممتلكاته اللي قيمتها كانت بتوصل لحوالي 40 مليار درهم وباعتها في مزادات بأسعار زهيدة. وقتها جمعية حقوق الإنسان اعترضت على الحملة الظالمة ورئيس الجمعية قدم استقالته احتجاجا على المعاملة دي. وفي سنة 2003 حميدو خرج بعفو ملكي من الملك محمد السادس اللي كان بالفعل أقال الحكومة القديمة وأعلن أنه معترض على سياستها. خرج الديب بس ما لقاش ولا درهم من ثروته وعاش حياة بسيطة في منطقة المنور في طنجة، وحتى ناس كتير من الجيل الجديد ما كانوش يعرفوا مين ده. حاول يسترد أملاكه عن طريق المحكمة بس للأسف خسر، وكمان خسارته لابنه الوحيد اللي مات في حادثة أثناء ما كان بيحاول يكمل شغل أبوه وهو في السجن ما كانتش سهلة عليه. خسارته قال في حوار صحفي إنه خدم الدولة كتير في الآخر حس إنها اتخلت عنه. ورغم كل ده الناس لحد دلوقتي في طنجة لسه بيحترموه. لغاية آخر المعلومات المتاحة في نوفمبر 2024 حميدو الديب كان لسه عايش، ورغم إن انتشر إشاعة في 2020 على الفيسبوك ومواقع التواصل عن وفاته إلا إن أهله نفوا الإشاعة وأكدوا إنه هو لسه عايش. أهل المنطقة بيقولوا إنه بيقضي حياته ما بين بيته والمسجد وعايش اللي باقي من حياته في هدوء وبس كده. ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.